اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن التواصل، وكنا بنقول ان التواصل من الحاجات المهمة جدا في العلاقات والحاجات الكبيرة اللي بتحصل في العلاقات، وان العلاقات اغلبها تواصل. قلنا حاجات بتنجح التواصل مهم نبقى واعيين بيها زي لغة الجسد، لكن كمان قلنا ايه انواع التواصل وقلنا مستويات التواصل. فكرة كمان مهمة، في حاجات بتعوق التواصل. كنا بنقول في الحلقات الاولى ان واحدة من ضمن الحاجات اللي بتخلي العلاقات صعبة ومعقدة هو صعوبات التواصل. في حاجات بتعوق التواصل، مش هقول حاجات كتير، لكن الرسمة اللي طالعة قدامك دي بتقول ان المعوقات بتبقى تقريبا في الثلاث حاجات دول. يا اما في الاشخاص، لو فاكرين عملية التواصل احنا قلنا فيها مرسل ومستقبل. المعوقات دي يا اما تبقى في الاشخاص نفسهم، المرسل او المستقبل، يا اما بتكون في الرسالة نفسها، في المحتوى او الطريقة. يا اما المحتوى اللي انا بقوله مش مفهوم او مش واضح، يا اما الطريقة اللي بقول بيها هي اللي مأثرة بطريقة سلبية فبتعيق اللي أنا بقوله. يا إما في البيئة، لو تفتكروا الرسمة اللي قلنا فيها حاجة اسمها بيئة التواصل، في الغالب بتأثر على عملية التواصل اللي بتحصل بيني وبين الناس. وعلشان كده مهم إن أبقى واخد بالي. طبعا مش هبقى عارف انعزل عن الناس وعن البيئة اللي ممكن تكون مزعجة طول الوقت، لكن أبقى واخد بالي لو هقعد قاعدة حساسة مع حد أو هتكلم مع حد في حوار عن حوار بتختلف. المهم ان ابقى مدرك ان واحده من الحاجات اللي ممكن تعيق عمليه التواصل وانا مش واخد بالي، تاثر على حد، تخليه متضايق او منزعج، هي البيئه اللي حواليا. علشان كده مهم، خاصه لو كان حوار حساس او محتاج اسمع فيه حد او اتكلم مع حد بشكل عميق شويه، ابقى مدرك ان البيئه اللي حواليا هتاثر وهتشوش بشكل او باخر على عمليه التواصل. ممكن تبقى حيطه زي ما ظاهر قدامك، هي حيطه بتعيق الاتصال بيني وبين الناس اللي حواليا. فكر ايه الحائط بشكل شخصي بعيد عن اللي انا قلته، ايه الحائط اللي ممكن يكون بيقف بينك وبين الناس وبيعوق عمليه الاتصال بينك وبين الناس. زي ما ظهر قدامك الحائط ده، واحدة من أشهر الحاجات اللي حصلانة النهاردة هو الموبايل. الموبايل ممكن يبقى الحائط زي ما ظهر كده، إنه بيعزل الأب عن ابنه. واحدة من الحاجات اللي بتسرق مننا وقتنا وتواصلنا، كانت في بنت بتشارك تقول أنا كنت خايفة الموبايل اتاخد مني لألا ما تواصلش مع الناس. لقيت نفسي لما اتاخد الموبايل اتواصلت مع الناس بجد. احنا في عصر طبعا الموبايل لا غنى عنه، وفي كمية حاجات وفوائد وابلكيشنز كتيرة جدا ومهمة قوي، بس مهم ان اخد بالي انه ما يسرقنيش من الناس، ما يخلينيش استبدل التواصل مع الناس الحقيقية اللي حواليا بتواصل وهمي وافتراضي بيني وبين الناس. مرة كتبت كنت بقول ان التواصل مع الناس عبر الموبايلات والشاشات ورا الشاشات اسهل بكتير، لانه مفهوش المواجهة، مفهوش المقابلة، مفهوش العين اللي بتيجي في العين. التواصل الحقيقي مغير، بيوقفنا في حتت، بيخلينا نتغير ونروح لحتة افضل. لكن التواصل الافتراضي او الشات او ما شابه، انا ممكن اعمل فيه وش بيضحك، وش بيعيط، وش او شاش بتعمل حاجات كتير جدا، لكن انا ما كنتش الحاجة دي. لكن التواصل الحقيقي ببقى حقيقي فيه اكتر وباين فيه اكتر، فهو المغير اكتر. تواصل مع الناس بالموبايلات والشات براحتك، لكن ما تخليهوش يبقى بيسرقك، ما يبقاش حائط بيعيق تواصلك مع الناس اللي حواليك، خاصة القريبين منك. أول حاجتين كمان مهمين يخلونا نبقى واعيين شوية في التواصل. حد مرة قال الجملة دي وفرقت معايا، كان بيقول اختار معاركك. اختار ايه المعركة اللي هتدخل فيها في الحوار مع الناس. ما تاخدش كل الحوارات على صدرك، وكل الحوارات تبقى يا قاتل يا مقتول، ولا لازم ادخل فيها واجيب اخرها واثبت وجهة نظري. لا، مش كل الحوارات محتاجة كده. في حوارات انت محتاج تعديها وتكبر دماغك وما تتفاعلش معاها قوي، وفي حوارات لا، انت محتاج تدخل فيها وتتكلم وتقول رأيك. محتاج تمييز ووعي. اختار معاركك، شوف ايه الحوار اللي يستحق انك تدخل فيه وتبقى بتقول رأيك وبتوضح للآخر وجهة نظرك. وخليك فاكر زي ما كنا بنقول، ده رأي، ممكن يكون ده رأي مش حقيقة، وانت محتاج تعبر عنه وتسيب الآخر يبقى بيقبله أو بيرفضه براحته. حاجة كمان، حد كان بيقول فكرة انك تكسب الشخص وتخسر الحوار. في أوقات مش بس هختار معاركي وفكرة انه لغاية فين الحوار ده بالنسبة لي مهم، لكن في مرات هبقى باصص على الشخص اكتر. انا الشخص يهمني اكتر من الفكرة اللي بتتقال. انا عارف ان ده ممكن يبقى فيه صراع شوية، بس هيظل الانسان هو الاهم، خاصة لو كانت مش قضايا محورية وجوهرية وفاصلة. لكن في اوقات هتبقى عيني على ان انا اكسب الشخص حتى لو كان هخسر الحوار، بوعي وبإدراك، لأني فارق معايا الشخص اللي بتكلم معاه واللي بتواصل معاه أكتر من الفكرة اللي أنا بقولها. أشرت لواحدة من الحاجات اللي بتخلي العلاقات أفضل، كنت بقول فكرة المواجدة. المواجدة دي بيعتبروها هي الليفل الأخير في فكرة الذكاء الوجداني،
واحد من الحاجات اللي بتخلي الناس بتعيش بطريقة أفضل وبتعيش حياة أفضل وبتنجح كمان في حياتها ما يسمى بالذكاء الوجداني أو الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي. إني أبقى قادر زي ما كنا بنقول فكرة إني أدخل في شغف الآخر، ده بيجي نتيجة التطور ده أو الفكرة دي بتاعة الذكاء الوجداني اللي شاركك بيها. بس قبل ما أقول لك حاجة عن الذكاء الوجداني أقول لك إنه في أنواع ذكاءات كتير ما بنقدرش نطور نفسنا فيها، لأن خلاص ده اتحسم ليه علاقة بجيناتي وطريقة تفكيري وطبيعة شخصيتي، ما بقدرش أغير فيه كتير. ما بقدرش لو ما عنديش ذكاء بدني أو موسيقي أتغير في الحتة دي قوي أو منطقي أو لغوي، ما أقدرش قوي أطور النوع ده من الذكاء. لكن النوع ده من الذكاء الوجداني والاجتماعي والعاطفي واحدة من الحاجات اللي تبسطنا اني اقدر اتغير فيه واطور فيه نفسي اكتر شوية لما اعمل اللي احنا هنقول عليه ده بعد شوية. الحاجة التانية اللي تشجعني ان اخد بالي من ده واشتغل عليه ان تأثير الذكاء الوجداني على نجاح البني ادمين اعلى بكتير قوي من تأثير الذكاءات التانية حتى لو هو متخصص وشاطر جدا. بنشوف ده كتير قوي في دكاترة، في مدرسين، في ناس بنتعامل معاهم، ان اوقات يبقى شاطر قوي في الحاجة دي بس مش عارف يتواصل مع الناس، فالناس ممكن تنفر منه. واوقات العكس، ممكن يبقى شخص مش شاطر في تخصصه بس مشهور وناجح لاجل الذكاء الاجتماعي ده والوجداني. الاثنين مهمين اكيد، لكن الذكاء الاجتماعي والوجداني هو واحد من الحاجات اللي بتخلينا ننجح اكتر في علاقاتنا وحياتنا، واللي اتمنى تبقى بتشتغل عليه علشان تروح لحتة افضل. زي ما ظاهر قدامك دول الخمس مراحل اللي بيخلونا نتطور في الذكاء ده. اول حاجة هو الوعي بالمشاعر، ان انا ابقى واعي بمشاعري. كنا بنقول ان المستوى الرابع في مستويات التواصل هو المشاعر، فده ليه علاقة قوي بالمستوى ده، انك تبقى واعي مشاعرك، تبقى عارف انت حاسس بايه وتعرف تسميها. الحاجة التانية او المستوى التاني او المرحلة التانية في الذكاء الوجداني هو انك قادر تعبر عن مشاعرك دي بالكلام، قادر تقول انت حاسس بايه. وعلشان تقدر تبقى تعبر عن مشاعرك لازم تبقى عارف اسمائها. ناس كتير قوي اوقات بتبقى بس هي اسماء المشاعر اللي فرحان او زعلان. المشاعر حاجات كتير جدا واسماء كتير قوي. الحاجة الثالثة اللي هتسمع لو انت واخد بالك، الاسهم دي بتقول ان لما ابقى واعي بمشاعري هقدر اعبر عنها بالكلام، ولما اقدر اعبر عنها بالكلام اقدر اديرها، تقدر تبقى تحت سيطرتي، ابقى قادر ادير مشاعري بطريقة افضل. الحاجة الرابعة، لما ابقى قادر ادير مشاعري، ادير غضبي، ادير كل ما يحدث في عالم المشاعر جوايا، ده هيخليني ابقى قادر انجح في حياتي المهنيه والدراسيه. واحده من اشهر الحاجات الدراسات اللي اتعملت على الاطفال اللي بياكلوا مارشميلو، لما كانوا حاطين للاطفال قطعه مارشميلو واحده، ولو قدر الولد ينتظر لمدة معينة بياخد واحدة تانية. الدراسة دي الرهيب فيها انهم راقبوا حياة الاطفال دول، ولقيوهم لما كبروا ان الاطفال اللي قدروا ما ياكلوش واحدة مارشميلو علشان ياخدوا واحدة تانية هم اكثر نجاحا في دراستهم وفي حياتهم اكتر من اللي اكلوا الواحدة لما اتحطت قدامهم وما قدروش ينتظروا. الحاجة الخامسة ودي اللي احنا بنتكلم عنها، فكرة الذكاء الاجتماعي او المواجدة او النجاح في العلاقات او الذكاء الاجتماعي. دي رقم 5، هتيجي نتيجة الخمس حاجات دول، الاربع حاجات اللي قبلهم، اني ابقى واعي بمشاعري، اعبر عنها بالكلام، اقدر ادير مشاعري. الحاجة الاخيرة اقدر اوصل لاني لما احس بمشاعري واعبر عنها واتواصل مع نفسي للدرجة اللي تخليني ابقى مدرك ايه مشاعري، ده هيوصلني لمستوى اني ابقى قادر كمان افهم مشاعر الاخرين واحس بيهم واتواصل معاهم بطريقة افضل. في افكار غلط كتير عن المشاعر بتخلي ناس كتير ما تروحش للمنطقة دي او ما تتعاملش معاها، زي مثلا ان انا ما اقدرش. لا، انت هتقدر، انت لانك ما جربتش ده قبل كده فبتقول كده، لكن جرب، روح عبر عن مشاعرك. لما تبقى عندك نوع من انواع المشاعر، سواء محبط، حزين، خايف، اختار ناس حواليك وعبر عن مشاعرك. وزي ما كنا بنقول في المستويات التواصل ده هيبقى بيدخلك في الناس اكتر ويخليك في علاقة وانسجام اكتر مع الناس. ممكن حد يقول لا، انا لو عبرت عنها مش هقدر اتحكم فيها. بالعكس، اللي بيحصل في المشاعر انك لما بتعبر عنها بالكلام بيحصل انك بتعمل نوع من انواع الاتصال بين المخ الوجداني والمخ المنطقي والعقلاني، فبتبقى تحت سيطرتك اكتر. لما بتعبر عنها بتقدر تديرها وتتحكم فيها اكتر. واحدة من الحاجات المشهورة في مجتمعاتنا ان انت راجل فما ينفعش تعيط، ما ينفعش تخاف. للأسف دي أفكار غلط، لأن الراجل هو برضو إنسان، هو عنده مشاعر. حاجة كمان إنك لما تعبر عن مشاعرك مش هيتغير الموقف. صح، لو الموقف حصل أنت مش هتغير الموقف، لكن وعيك بيه وتغييرك أنت، وده الأهم في إنك تكون بتعبر عن مشاعرك. ممكن حد يقول الناس هتستخف بمشاعري، وده حقيقي. ممكن الناس اللي حواليك تبقى بتتريق على المشاعر، أو زي ما كنا بنقول يحصل نوع من أنواع الرفض. عشان كده أنت محتاج تختار الناس بعناية اللي هتدخلهم للمستوى ده من العلاقة. ممكن حد يقول ان التعبير عن المشاعر خطيه، ممكن يبقى ده واحد من الحاجات المنتشره في الاوساط الدينيه شويه. لا، مش خطيه.
التعبير عن المشاعر لو كان خطية، المسيح الله الظاهر في الجسد ما كانش عبر عن مشاعره في مواقف كتير جدا من محبة وبكاء كمان مع الآخرين واكتئاب في الجلجسة. وصل بيه الحال انه اتقال عنه انه كان يدهش ويحزن ويكتئب، وقال لهم نفسي حزينة حتى الموت. كنا بنقول ان احنا مهم ان احنا نفرق بين الافكار والاراء في مستويات التواصل، دلوقتي مهم ان احنا نقول فرق بين المشاعر والافكار. اوقات بنخلط بين الحاجتين دول فبنتعامل معاهم تعامل غلط. كل المشاعر مسموح بيها، مفيش اي نوع من انواع المشاعر غلط، انت محتاج تعبر عن مشاعرك. الافكار هي اللي فيها اخطاء واللي اوقات بتكون ورا المشاعر ومحتاجة تتصحح. حد مرة كان بيقول ان المشاعر والافكار زي الدخان والنار. الدخان التعامل معاه هو ان انا افتح له الشبابيك علشان يطلع، لكن النار لازم اطفيها. بنفس الطريقة المشاعر انا محتاج اعبر عنها، لكن الافكار اللي ممكن تكون ورا المشاعر انا محتاج اشوف ايه الغلط فيها واصححه، وعلشان كده مشاعري هتتغير لما الافكار تتغير. انا مش محتاج اغير مشاعري ان انا اتعامل معاها هي، لكن انا محتاج اعبر عن مشاعري مع الناس اللي حواليا، لكن ابتدي بعد ما اهدى من هوجة المشاعر. لو انا غضبان قوي او خايف او حزين قوي، لما اهدى ابتدي امسك الافكار اللي ورا ده، ربما يكون فيها حاجات مش منطقية، مش حقيقية، مش صحيحة، مش واقعية، وساعتها هتتغير الشعور بناء على تغيير الفكر. في اخر حلقة في المستوى الاول اتمنى يبقى جوانا الشعور والصلاة دي، ان احنا نكون شاكرين لربنا انه خلقنا على صورته كائنات علاقاتية قادرة تقيم علاقة مع الآخر، قادرة تتواصل مع الآخر، قادرة تعبر باللي جواها عن الآخر. احنا نشكر ربنا انه خلقنا كائنات علاقاتية. عايزين نشكر ربنا على العلاقات القريبة اللي في حياتنا. كنت بقول لكم فكرة ان الانسان يتخيل ان هو وحديه على الكوكب كانت بتخلي الناس تحزن وتكتئب، دي حاجة صعبة ومؤلمة وموجعة. نشكر ربنا علشان العلاقات اللي حوالينا القريبة، لكن كمان يبقى عندنا توجه ان احنا هنتعلم وهنتغير بالصعب اللي موجود فيها. كنا بنقول ان العلاقات اجمل ما في هذه الحياة، لكن اصعب ما في هذه الحياة جاي منها الحاجات الكويسة وجاي منها الحاجات الصعبة. عايزين مع ربنا ومع الناس اللي حوالينا نبقى بنقبل الصعب اللي فيها علشان نكون بنروح لحتة افضل. واحنا بنتكلم عن العلاقات كتير ما تكلمناش كتير عن ازاي اتغير، ومفيش مساحة قوي ان انا اكون بتكلم عن التغيير بيحصل ازاي، بس على الاقل في حاجة بيقولوا كده عليها اسمها التغيير المقصود. ما تنتظرش انك تتغير في العلاقات لوحدك، لازم تبقى بتقصد انك تتغير، بتشتغل على العلاقات علشان تتغير. دكتور روبرت اللي كنت بأشير ليه في البداية، كنت بقول انه كان بيقول ان العلاقات الحاجات الصعبة اللي خلت الناس تكون اكثر سعادة واكثر صحة، بس قليل جدا مننا اللي بيشتغل عليها، اللي بيبذل مجهود علشان تبقى، علشان يكون افضل في هذه العلاقات. علشان اتغير محتاج ابقى واعي باللي احنا بنقوله اكتر بكتير قوي، محتاج أكون بطلب نعمة من ربنا وبصلي وأنا قدام الله وقدام كتاب مقدس بيكشف لي عن حاجات كتير فيا بشكل عام علشان يديني نعمة ومعونة أروح لحتة أفضل. لكن كمان محتاج لناس حواليا تبقى بتمشي السكة دي معايا. أوقات كتير لما بنتكلم عن العلاقات بيبقى في ذهننا تصور عن مجموعة من الناس عايشة في شكل خيالي مش موجود. اعمل ده مع الناس اللي حواليك، ابدأ انت بنفسك مع الناس اللي حواليك بحيث تروح لحتة افضل في علاقاتك. اعمل ده وهتتذوق وهتدرك قد ايه العلاقات حاجة جميلة، مليانة بالجمال، مليانة بالصعوبات زي ما كنا بنقول، لكن كمان هتساعدنا علشان نكون نفسنا، نكون افضل، نروح لحتة افضل سواء مع ربنا او مع نفسنا او مع الناس اللي حوالينا. كتير مننا لما بنتكلم عن فكرة العلاقات بيجي جواهم سؤال، هو فكرة ان انا الاقي الناس دي فين؟ الحقيقة الناس دي حوالينا، الناس دي مفيش علاقة ما فيهاش الصعوبة دي. زي ما كنا بنقول في الاول، العلاقات فيها الصعب وفيها الكويس. محتاج اقبل التحدي ده واكون ابدا بنفسي مع الناس اللي حواليا بنوع من انواع الوعي. هنلعب ونتبسط وفن مع بعض وناكل ونخرج، بس كمان يبقى عندنا نوع من انواع الوعي اللي يخلينا مع بعض نروح لحتة افضل، نتغير، نشتغل على ده بشكل مقصود علشان نروح لحتة افضل. في ختام الحلقة وليفل 1 او المستوى الاول اللي احنا بنتكلم فيه عن العلاقات، بصلي وبتمنى ان الكلام ده يكون بيزود وعيك، لكن كمان بيساعدك علشان تروح لحتة افضل. في المستوى الثاني هنتكلم اكتر عن الحتة الاصعب شوية في العلاقات، فكرة الحدود والاعتمادية، يعني ايه وازاي اكون بتخلص من ده واشتغل عليه. لكن كمان الحتة الاصعب والاعمق اكتر بكتير، ازاي اكون لما بتجرح في العلاقات وبيساء في حقي، ازاي اكون بتعلم اكون بغفر للناس اللي حواليا. ودي حاجة صعبة اكيد مش سهلة، لكن بنعمة ربنا نتكلم في المستوى الثاني عن الأفكار دي اللي أتمنى تكون بتساعدك علشان تكون في علاقات أفضل.